النهارده هجرب ممبار جمبري وريزو سمك وجمبري تندوري. حضرتك بتقول ايه؟ حاجات غريبة من بلد الغريب. خايفة لما تسافر على البلد الغريب. أول حاجة وأفظع حاجة بصراحة هي الممبار الجمبري. أنا معرفش الاتنين دول اتقابلوا ازاي، أو الناس دي عندها الجرأة ازاي إنها تقول بس اسمين الحاجتين دول مع بعض. طبق فيه 5 قطع ممبار محشي جمبري ب170 جنيه. طبعا هو كشكل ممبار عادي جدا مقلي. بسم الله الرحمن الرحيم. كطعم بقى نكتشف مع بعض. صدق والله مش وحش، هو ممبار عادي جدا. هو مقرمش والسخن، وهو طبعا مش محشي جمبري بس. انا كنت متخيل ان هو محشي جمبري بس، لا ده هو محشي خلطة رز ومحشي عادية جدا، لكن في جمبري قطع جمبري صغيرة. فهدوق تاني. في ريحة الجمبري من بعيد وطعم الجمبري من بعيد. صدق انا حاسه ان هو لطيف، يعني انا مستغربه نفسي، بس انا حاسه ان هو حلو مش وحش يعني. تجربه لطيفه كانك تاكل محشي بالجمبري مثلا، يعني خلطه المحشي وليها طعم الجمبري، مش وحش. الجمبري كان طعمه حلو عادي. فده ريزو سمك ب100 جنيه او ب99 جنيه، يعني مش هنختلف على الجنيه ده يا جماعه. هما دايما يقولوا له جنيه كده من حاجه عشان يحسسك ان هي ايه، رخيصه مش غاليه. نجيب بقى المعلقه الحلوه. هم عندهم ده اسمه فيليه ريزو، عندهم بقى في جمبري برضو وفي متهيألي سبيط او حاجه زي كده. تعالوا بقى نشوف الفيليه. ده فيليه ده ولا مفروم؟ تعالوا ندوق. بسم الله. هو انا من اول ما فتحت الطبق حاسه في ريحه توم قويه، بس انا مش عارفه بقى التوم ده في الفيليه نفسها. تعالوا ندوق كده. اعتقد ان طعم التوم او ريحه التوم دي جايه من تتبيله قطعه الفيليه نفسها، لكن هي مش مجرد فيليه مقلي عادي زي اللي عارفينه، لا البريدنج اللي بره اكبر واسمك. يعني حاسه ان هم عايزين يعملوه زي الفراخ كده اللي بتبقى في الريزو. رز معجن سيكا، لكن الصوص صوص سويت اند تشيلي مش صوص ريزو. الرز كمان معمول بالثوم، ده اللي مخلي فيه ريحه ثوم عاليه في الطبق. هو لطيف مش وحش، بس حاسه طعم الثوم الاوفر ده في الطبق يعني ايه، مخليني حاسه كل حاجه طعمها توم قوي. انا باكل توم بالرز او توم بالفيليه، فيعتبر ده عجبني نص نص مش قوي. شوف اللي بعده. تعالوا بقى نخش على الشريمب التندوري. ليه بهدلتوا الجمبري كده يا جماعه؟ ليه خليتوه احمر؟ فكرني بالجمبري الاحمر اللي بيقولوا عليه مش عارفه جمبري فراوله باين، كان في مسلسل منى زكي ده. هذا الطبق من الشريمب التندوري ب 390 جنيه. ده لازم نلبس له الجلافز عشان هنتبهدل بهدله سودا. انا برضو حاسه ريحه توم عاليه، ومش بقول ريحه توم بس ريحه توم عاديه، لا ريحه توم قويه نفاذه. تعالوا الاول ندوق الجمبري، او الاول قبل ما ندوق نشوفهم كام واحده. ادي 1 2 3 4 5 6 7 من الجمبريات الجامبو. طيب تعالوا بقى ندوق. ده طبعا جمبري بقشره، والمفروض ان ده صوص التندوري الهندي. تمام. الناس كلها زهقت، فاهمين؟ في الشاورما تلاقي تندوري، في اللحمه تلاقي تندوري، حتى في السمك حطوا تندوري. فلو مش لاقيين تتبيله بالراحه بقى، قال لك لا تندوري حلوه، تعالوا نحطها في اي حاجه عشان نجدد. بسم الله. حراقه بفظاعه، حراق قوي. تندوري المفروض بيكون حراق شويه بس مش اوفر قوي كده، لكن بصراحه التتبيله طعمها لذيذ جدا، يعني طعمها حلو، بس الحرقان اللي بيجي لك بعدها ده في البق يعني بينسيك طعم الخلطه. طبعا توابل هنديه اوفر من كل انواع التوابل الموجوده في الدنيا، وشطه ببذخ، لكن طعم الجمبري جامد. يعني طعم الجمبري لسه موجود، لسه ظاهر وقوي، لانه الجمبري ده حجم كبير كمان. فطعم اللحمه بتاعته جميله ومسكره، وطعمه باين بالرغم من كل التوابل دي. طيب بنفس بقى الكيس ده وندوق الرز بقى. الرز بتاعهم ده هو المليان توم. صدقوا بقى في توم طبعا في الخلطه بتاعت الجمبري، لكن الرز ده مليان توم. ليه كده؟ الرز ما يستحملش التوم ده كله.
يعني حاجته حلوه قوي. لكن بصراحه الرز مليان توم، احنا متعودين حتى ان الرز اللي جنب السمك ده معمول بالبصل مش بالثوم، فالثوم دي حاجه غريبه قوي. معايا هنا في هذه الوجبه هذا الرز العجيب معمول ببصل على فكره وتوم الاثنين، يعني بينتقموا مننا. ومعايا كيس الجمبري. لاول مره بعرف ان بلد الغريب عنده اكياس جمبري وفي تنوع فيها، لكن انا جبت كيس كيجون، صوص الكيجون جمبري وسط ب 400 جنيه. طبعا الاكياس دي بتبقى غاليه جدا جدا، ف يعني مش عارفه اقولوا لي بقى انتوا 400 جنيه ده بالنسبه للكيس غالي ولا رخيص. تعالوا نشوف الاول الكيس فيه ايه. البس برضو الجلافز قبل ما اكمل. هو كويس بقى انه هو حاطط لي الكيس في جوه طبق، مش باعت بقى مفرش و لا ما ريح دماغه هو. قال لك انا لسه هبعت مفارش وكلام فارغ. اديهم طبق ياكلوا فيه. ده الكيس واحنا نقوم الاول اللي هنرجه. هو شكله مرجوج زي الفل. هنحطه بقى هنا كده ونفعل هذه الفعلة الشنعاء. تعالوا بقى نشوف ايه. ده جمبري وسط، راسه مهرية شوية الجمبري وانا مش عاجبني كده، بس ايه تعالوا يعني نفترض حسن النية وانه اتهرى من التسوية، مش هو كان مهري اصلا. طيب ده فيه ايه بقى؟ ده فيه ادي كابورياية صغننة. وكام جمبرية؟ 1 2 3 4 5 6 كابوريات وسط. 1 2 3 4 5 برضو او 6 من بلح البحر، و3 قطع من الكورن السويت كورن. تمام، 7 جمبريات. تعالوا ندوق الجمبري. وانا بعد ما طلبت قال لي ان صوص الكيجون ده برضو ايه حراق، فانا قلت له حراق احنا ما بيهمناش الكلام ده، مع اني كنت ضايقه صوص الكيجون ده قبل كده عند حد تاني ما كانش حراق قوي يعني، كان عادي. فهنشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. هو نفس الطعم اللي دوقته في مطاعم تانية، مش حراق خالص. مش حراق خالص، مش عارفه ليه الراجل اصر ان هو حراق. اللي كلمني في التليفون. بسم الله. تعالوا ندوق السويت كورن. نايه شويتين 3 السويت كورن دي. كنت عايز تتسلق شويه زياده عن كده مع انها صغيره في الحجم، فتحس انك بتاكل بسله نيه مثلا. لا كانت عايز تتسلق شويه عن كده عشان تبقى سويت فعلا وكورن. طيب تعالوا نشوف بقى كده الكابوريايه الوحيده دي. لا يعتبر 400 جنيه كتير شويه على الحجم ده، بس فيها لحمه والله الكابوريا مع انها نونو قوي. لذيذ الصوص، عارفين يعملوه كويس يعني. تعالوا بقى ندوق بلح البحر. غريب جدا بلح البحر ده، معرفش الناس بتحبه ازاي. حلو يعني، يعتبر 7 من 10 مثلا. عشان ايه الكذا ملحوظه اللي قلتهم دول، انه الكورن مثلا مش مستوي قوي، الجمبري الراس بتاعته مفصوله عنه والله اعلم ليه، بس هو بصراحه يعني طعم الصوص بتاعه نفسه لذيذ يحببك في الاكل. اخر حاجه هي اقدم حاجه واكلاسيك حاجه، اكلسك حاجه جاي من كلاسيك يعني، وما كنتش اعرف صراحه ان بلد الغريب بيعملها، وهي سندوتشات العيش البلدي. سيبكوا بقى من الشيرين بتندوري والهري والعك ده كله، استغفر عظيم يا رب، يعني نعمتك عظيمه. مفيش احلى من سندوتش ايه العيش البلدي اللي بالرده، في حتتين الفيل المقليين، في حتتين الجمبري المقليين، في حتتين الصبيط المقليين، مع شويه الطحينه والسلطه والليمون والجرجير. طبعا هنا مفيش سلطه ولا طحينه، بس نعديها الطحينه جوه الساندوتش. تعالوا نبدا باللي قدامي كده، وده ساندوتش الصبيط او الكاليماري، هو محطوط عليه الطحينه والجرجير. كنت افضل ان الطحينه تبقى بره، بس اوكي مفيش مشكله. بسم الله. بصوا هو طعمه حلو قوي. بس الصبيط اتحمر زياده، هو صغير في الحجم فاتحمر زياده لدرجه ان هو بقى مقدد ما بيتندغش، لكن التتبيله بتاعته حلوه. بس هو قدد قوي.
تعالوا نشوف الجمبري، عليه طحينه برضو، بس مش عارفه ليه مش حاطين جرجير، اشمعنى يعني؟ ولا هتلاقي الجرجير تحت. بسم الله. بقى الجمبري وجمال الجمبري، في طحينه وفي جرجير، والجمبري بقى مستوي كويس بقى، مش مقدد بقى. التتبيله والقرمشه بتاعته حلوه، حاطط عليها توابل كده زي اللي بتتحط على البطاطس اللي لونها برتقاني دي، عارفين؟ زي كاري وتوم باودر بصل باودر حركات. تعالوا ندوق الفيليه. الساندوتش فيه حوالي 3 قطع فيليه صغيرين. بسم الله. تعالوا بقى نبقى بلدي قوي ونعصر عليه ليمونه. انا ما قلتلكوش ان ال3 سندوتشات ده المفروض هو عامل عليهم عرض ب 250 جنيه. انا حاسه ان هو مش عرض، حاسه انه غالي ولا ايه؟ هندوق بقى بالليمون وقرن فلفل حامي بقى من اللي هو حاطه ده. جايز انا متفاعله معاه نفسيا عشان انا بحب النوعيه دي من السندوتشات. الفيليه طري من جوه وجميل وكل حاجه وتتبيلته حلوه، لكن البريدنج بتاعه او الطبقه اللي بره بتاعته غامقه شويه. الفيليه بيبقى افتح من كده زي الجمبري كده، بيبقى فاتح زي الجمبري. لكن بصراحه التجربه ككل لطيفه يعني. مع الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش خالص في التجربه دي هي الرز اللي محطوط مع كل الوجبات. لا لا لا، لازم يتغير، لازم يتشال منه التوم الاوفر اللي هو فيه ده. وبلد الغريب ما عندوش سمك، فعشان كده انا ما جبتش سمك النهارده. يعني هو متخصص اكتر في الجمبري والكاليماري والسمك الفيليه والحركات دي، يعني مدلع الجمبري. بس كده. لو عجبكم انتوا كمان الفيديو النهارده اعملوا لايك وكمان شير، ما تنسوش تقولوا رايكم في التعليقات بقى في الاكل وفي اصنافه وشكله وفي اسعاره كمان. اشوفكم الحلقه الجايه، باي باي.